السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. الفيديو بتاع النهاردة ده موجه للطلبة، ولا للأم ولا للأب. أهم حاجة إن الطالب هو اللي ينفذ اللي هقوله ده. إزاي أذاكر؟ ده السؤال المعتاد. أذاكر إزاي؟ طب الطلبة اللي بتجيب 98 و99% دول بيجيبوهم إزاي؟ أنا مش عارف إزاي أذاكر عشان أقدر أحصل درجات كبيرة. المفتاح بقى والسر عندي النهارده. انت لازم تغير شوية حاجات الاول قبل ما اقولك الطريقة اللي هتذاكر بيها عشان تجمع درجات كتير. فانت لازم الاول تغير شوية حاجات كده هي اصلا عاملة لخبطة وبتأثر على الدرجات بتاعتك. طب ايه هي بقى الحاجات اللي انا هكسرها او هغيرها؟ اول حاجة لازم تكسرها وتغيرها ان انت ما تسوفش، والموضوع ده موجود عند طلبة كتير جدا. انا هذاكر بكرة، لا انا هبدأ الاسبوع الجاي. طب بصوا، انا الاسبوع دوت مش هينفع ولا الاسبوع اللي بعديه، انا هبدا من الاسبوع اللي بعديه. نفضل بقى ايه كل يوم بكره بعده الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعديه لحد ما نلاقي هوب فجاه الامتحانات جت. لا، نبعد عن مبدا التسويف ده خالص ونبدا كل حاجه ناخدها نذاكرها في وقتها. تاني حاجه لازم اعملها ان انا لازم اختار الوقت الصح علشان اذاكر فيه. ما ينفعش ابقى واكل بقى وجبه دسمه كده، ماما كده حاطه متوصيه بيا في الغدا، وكلت الاكل وكتم على نفسي مش قادر وقاعد اذاكر مش عارف ليه، بقى انا قاعد عمال بنام على نفسي. هو طبيعي تنام على نفسك، لان الاكل ده بيخلي كميه الاكسجين اللي طالعه للدماغ، كميه الدم سوري اللي طالعه للدماغ بتقل. فايه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقي التركيز والانتباه هيقل. خلاص انا ما بقاش عندي طاقه، انا مش هحس غير بالخمول والكسل. فدايما كده يا ماما ما تدينيش وجبه تقيله وانا رايحه اذاكر، خلي كده بقى ايه حاجه خفيفه، خلي السناك ده بقى قبل ما اذاكر. طيب لازم اختار كمان المكان المناسب. ما ينفعش بقى ايه ماما وبابا واخواتي وكله قاعد كده اقوم فارد الترابيزه وراصص الرصه بتاعتي وقاعد بقى ايه انا هذاكر خلاص اهو هعمل اللي عليا وهذاكر. استحاله هتذاكر في الجو ده، ولو ركزت في سطر مش هتركز في اللي بعديه. يا ريت بقى كده اقعد في الاوضه بتاعتي على المكتب بتاعي. طب انا اصلا ولا عندي مكتب ولا اي حاجه. ماشي، هات الترابيزه اللي موجوده عندك واختار الاوضه اللي محدش قاعد فيها الهاديه، يعني ما تتحججش. اي حاجه يبقى ليها حل. اختار الاوضه الهاديه اللي الاضاءه بتاعتها قويه، وادخل كده حط الترابيزه بتاعتك وابدا بقى ايه حضر الحاجه اللي انت هتذاكر فيها. طيب شكل المكتب بقى اللي احنا هنقعد عليه او الترابيزه اللي احنا فردناها ديت لازم يبقى منظم. ابدا ارتب الحاجات اللي انا هذاكر فيها. ما ينفعش افردهم كده زي سوق التلات واحس ان انا قاعد عارض الحاجه بتاعتي للبيع وخلاص شويه شويه بقى هقول قرب قرب الكتاب بجنيه. لا ما ينفعش ده خالص. ابدا بقى ان انا ارتب الحاجه وارتب الحاجه بقى ايه على حسب ما انا هبدا بايه. ويا ريت دايما نبدا بالماده اللي بنحبها، الماده السهله. ما تقفلوش نفسكم، ما ناخدش ماده اصلا احنا ولا بنحبها ولا بنحب المدرس بتاعها ومكرهنا خلاص فيها واروح بادئ بيها خلاص كده اليوم اتقفل مش هكمل. ابدا دايما بالماده السهله او بالماده اللي بتحبها. طب تمام، انا رتبت المكتب بتاعي وكل حاجه. اظبط بقى كل حاجه انا عايزها تبقى موجوده على المكتب. يعني ما ينفعش بقى ايه دقيقتين انا قايمه اجيب، انا نسيت اجيب القلم الجاف بتاعي. 5 دقايق تاني ده انا عايز قلم رصاص عشان اعمل بقى الرسومات الهندسيه مش معايا. 5 دقايق تاني انا نسيت البرجل. لا، انا قاعد حاطط على الترابيزه بتاعتي او على المكتب كل الادوات وكل الحاجات اللي انا محتاجاها، كشاكيلي كراريسي كتبي اقلامي، كل حاجه انا محتاجاها. ليه؟ لان انا لو فصلت نفسي وقمت كده غير وقت الريست اللي انا واخداه هبص الاقي نفسي خرجت من مود المذاكره، ابتدى بقى ايه دماغي تركز في حته تانية. طيب ايه الحاجة المهمة كمان؟ ان احنا ودي بتهيألي مش موجودة عند ولادنا، ان هم ما بيشربوش مية كفاية. انا عايز طول الوقت اشرب مية بكمية كبيرة. طب ليه؟ عشان المية بتنشط لي الدورة الدموية. الموضوع ده مهم جدا وهيساعدني بشكل كبير جدا، هيخلي بقى ايه التركيز والانتباه عندي هيعلو. فالمية مهمة، بنأكد على المية كذا مرة. المنبهات بقى مش طول ما احنا قاعدين شاي وقهوه ونسكافيه وكابتشينو، لا، احنا هنذاكر. اصلا الوقت اللي احنا المفروض نذاكر فيه يبقى الصبح بدري. نبدا بقى ايه من بعد الفجر لحد العصر كده. الوقت ده بيبقى جميل جدا ومناسب. طب انا ظروفي ما تسمحش، ده انا الصبح في المدرسه وبعديها رايح درس وي وي. ماشي مفيش مشاكل، ممكن لما ترجع تريح كده تاخد ريست وتبدا تحضر حاجتك وتذاكر. بس اهم حاجه بلاش السهر بقى اللي هو نسهر لحد 2 و3 عشان خاطر اخلص اللي ورايا وانا كده بقى شاب مجتهد بقى وايه وعملت اللي عليا. لا، انا مش طالب مجتهد ولا اي حاجه.
انا كده ببوظ الدنيا وبعكها اكتر، لان السهر ده هيأثر عليا، هيخليني ما اقدرش احصل بدرجات كبيرة. طب خلاص بقى، انا عملت كل الحاجات ديت، كل النقط دي رتبتها، غيرت الروتين بتاعي، كسرت كده الحاجات اللي غلط وقمت راميها في الباسكت، وبدات اعمل الحاجات اللي انا قلت عليها دلوقتي. نبدا بقى ندخل في المذاكره. تعالوا بقى ندخل بقى في الكلام المفيد، اتصرف ازاي واذاكر صح ازاي عشان اقدر اجيب درجات كبيره. اول حاجه، المادة زي ما انا قلت هنبدأ بالمادة السهلة او المادة اللي انا بحبها او بحب المدرس بتاعها، هتلاقي الموضوع كده بقى جميل ولذيذ. ابدا اقرا الدرس الاول بشكل عام، اقرا الدرس كله بشكل عام. الخطوات اللي انا هقولها دي يا ريت ما نشيلش خطوه، يا ريت مثلا ما نقولش بقى ايه، ما نكسلش ونقول هو انا لسه هقرا الاول وبعدين اعمل بقيه الخطوات، طب ما الخص بسرعه كده بقى. لا، انا اللي بقول لك عليه ده هو اللي هيثبت المعلومه في دماغك، هو اللي هيخلي استدعاء المعلومه من الذاكره يتم بشكل اسهل، فهتحصل درجات اعلى. اقرا الاول الدرس بشكل عام، ابدا قسمه لاجزاء كده زي ما يكون مثلا ايه، عناوين والتعريفات تحتيها، وبعد كده ابدا بقى ايه، اخد كل عنوان والتعريف بتاعه، احفظ. بس قبل ما احفظ ايه، افهم. طب انا حفظت من غير ما افهم، الموضوع كده خلاص ملوش لازمه. مع الوقت كده هتبص تلاقي انا بنسى، مجرد ما نسيت سطر كده في النص، الموضوع ايه بالنسبه لي، الدنيا اتلخبطت، ايه ده، طب السطر اللي في النص ده ايه، خلاص اتبرجلت، مش عارف ولا السطر اللي فوق ولا اللي تحت. لا، انا طالما فاهم الحاجه هجيب المعنى، لكن انا حافظ صم كده خلاص، لو نسيت جمله نسيت سطر الموضوع بالنسبه لي انتهى، مش هقدر احصل كويس. فافهم الاجزاء دي كويس وابدا بعد كده احفظها. يعني الحفظ ضروري بس بعد الفهم، والحفظ على فكره هو اللي بيخلينا نحصل درجات كبيره، بس بعد ايه، بعد الفهم. خلاص تمام. انا قريت الجزء كويس وفهمته وكمان حفظته، ما الموضوع ما يتمش كده بقى اللي هو قرايه كده بس، لا انا عايزه اشغل اكتر من حاسه. يعني انا عايزه مثلا اكتب وانا بقرا، اقرا بشكل ايه، اقرا بصوت عالي، اقرا الدرس بصوت عالي، اكتب وانا بقرا الدرس. ابدا مثلا يبقى معايا الالوان اللي هي الاقلام الفسفوريه دي، اخد خط كده مثلا باللون الفسفوري على العنوان الفلاني، واعمل نجمه جنبيها كده شكلها جميل. التعريف اروح عامله عليه مثلا بالاورنج بالبينك باي لون كده، باي لون على السطور ايه بتاعه التعريف. فالموضوع كده بالنسبه لي بقى ايه، ابتديت اعلمه بعلامات، استخدمت بقى انا ايه، حاسه السمع والبصر واللمس، استخدمت اكتر من حاسه، فالموضوع كده هيثبت. طب انا خلصت الدرس، اجري بسرعه اطبق على الدرس، في اسئله ورا كل درس لازم احلها. طب انا حليت الاسئله بس في سؤال واقف، ارجع للحته دي، يبقى انا كده بقى مش متمكن منها، اركز عليها تاني وارجع احل السؤال ده. طب انا حليت كويس وتمام واجاباتي صح وحسيت نفسي فاهم كده، اشجع نفسي، ايه المشكله، يا سلام عليك بقى يا محمد، ده انت بصراحه شاطر قوي، لا تستاهل مكافاه، انا بكره بقى هجيب لك من مصروفي شوكولاتايه. لا انا مش مجنون ولا حاجه حاجه كويسه ان احنا ندعم نفسينا ونشجعها. طب خلاص انا حليت الاسئله اللي ورا الدرس ده والكلام ده ايه، انا خدت الدرس النهارده، انا رحت النهارده خدت درس علوم، فانا هجري على طول اطبق درس العلوم. خدت درس رياضه فانا هجري اطبق درس الرياضه. المعلومه هتثبت اكتر، هتلاقي بقى ايه، المدرسه شرحت لك وانت جيت ذاكرت الدرس مره تانية وبدات تطبق في الاسئله، فالموضوع ده هيبقى كويس جدا. طب انا عندي من يوم السبت ليوم الاربع ذاكرت وخلصت المواد اللي عليا، اخلي يوم الخميس ده اعمل فيه ايه، اراجع بقى. المراجعة دي مهمة جدا، لان التكرار زي ما احنا عارفين بيعلم ايه، لا بيعلم الشطار مش حاجة تانية، التكرار بيعلم الشطار. فكويس جدا ان انا اراجع على الحاجة دي اخر كل اسبوع. كل ما بتراجع على المادة بتاعتك هتبص تلاقيها بتثبت اكتر، والموضوع دوت هيفرق معاك لما تيجي تراجع بقى المراجعة اللي قبل الامتحان، هتلاقي العملية سهلة وبسيطة ومش هيبقى فيه القلق والتوتر والزحمة اللي بتحصل ليلة الامتحان دي. طيب انا بعد كل وحدة بيبقى عندي مجموعة اسئلة بتراجعلي على كل دروس الوحدة احلها. خلصت المواد بتاعتي، عندي امتحانات بتاعت السنين اللي قبل كده احلها. فانتي بقى خلاص حليتي الدروس اللي ورا كل الاسئله اللي ورا كل درس، حليتي الاسئله اللي ورا كل وحده والاسئله بتاعت الامتحانات اللي قبل كده، بقيتي متمكنه من الماده مع المراجعه اللي بتتم كل اسبوع، انت كده بقيتي متمكنه فعلا من الماده. هتقدري بعد كده اما تيجي في الامتحان تستدعي المعلومات، الموضوع هيبقى سهل وبسيط.
وبكده هتقدري تحققي درجات عالية. فياريت نركز كده شوية، هنتعب شوية بس في الأول، بس بعد كده هنرتاح. واخر حاجة عايزة اقولها لكم، اهم حاجة ان احنا لما ننقل من مادة لمادة او من درس لدرس ناخد بريك صغنن كده، 10 دقايق ربع ساعة، وما افضلش قاعدة على الكرسي عامل كده واقول انا واخدة البريك. لا، هنام وانا قاعدة. اصلا انا البريك ده علشان اشغل نفسي، اقوم كده احرك دراعي، احرك رجلي، اتمشى كده في الاوضه شويه، اجري بقى الدوره الدمويه، انشط الدوره الدمويه شويه، بدل ما انا كنت قاعد كده خلاص قربت ادخل بقى من حاله السكون والخمول وهنام على نفسي. البريك ده مهم جدا علشان تستعيد نشاطك تاني وترجع تكمل الحاجه اللي وراك. ما نأجلش الحاجة اللي ورانا. التأجيل والتسويف الكتير هو اللي بيخلينا نحتاس في الآخر ونتفاجئ ان احنا رحنا الامتحان نص الحاجة وقعت مننا، لان الحاجات اللي بنقعد نحشرها ليلة الامتحان دي كل ده بيقع مننا في السكة على فكرة، وده اللي بيخلينا نجيب درجات قليلة. بالتوفيق، وان شاء الله هيبقى في فيديو تاني لولادنا الحلوين، نعلمهم فيه، نعلمهم يعني ازاي يقدروا يراجعوا مراجعة نهائية تمكنهم من ان هم بقى يقفلوا البرواز بتاعنا الحلو ده علشان خاطر يجيبوا درجات حلوة. انا لازم اكمل الطريق صح علشان خاطر النتيجة تبسطني. يا رب اكون فدتكم، وان شاء الله قبل الامتحانات هعمل لكم الفيديو اللي هيساعدكم برضو اعرفكم ازاي تراجعوا ليله الامتحان، وازاي وايه اللي ايه الحاجات اللي لازم نعملها جوه اللجنه علشان عمليه الاستدعاء والذاكره عندي تبقى بسيطه وسهله.